بتصرف فلوس كتير على الكاميرا والإضاءة والديكور، بس لسه المشاهد بيقفل الفيديو في أول دقيقة. عارف ليه؟ عشان الصوت هو 70% من جودة الفيديو. لو الصورة 4K والصوت سيء الفيديو كله بيجع. طب ايه رأيك لو قلت لك ان الصوت النقي اللي انت سامعه ده طالع من مايك سعره اقتصادي وبدون تعديل، ويعتبر تطور لأسطورة المايكات الشعبية؟ النهارده معانا مايك بويا M1S، المايك اللي حل اكبر عقدة في الاصدارات القديمة، وكمان حل مشكلة مايك بويا M1 اللي كل ما تشتريه تلاقيه مضروب. انا كمان معايا مايك مضروب من البويا M1 اللي انا اشتريته، وصوته ضعيف جدا. لكن مايك بويا M1S ده النسخة المطورة، فصعب شوية تلاقي منه مضروب. وانا النهاردة جاي اقول لك هل فعلا المايك ده يقدر ينافس مايكات بتلات او اربع اضعاف سعره، وهل ينفع يعتمد عليه في 2026، والاهم ازاي تطلع منه جودة استوديو. ده اللي هنشوفه عامل النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة، ويلا بينا. اهلا بيكم يا وحوش التك. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونشوف بويا بتقدم ايه المرة دي. العلبة المرة دي جاية بتصميم مختلف وعصري شوية عن القديم، ولو عايز تعرف اصل ولا مضروب هتلاقي كود كده ملزوق. هو بس كده هتخش على موقع بويا وتعرف انه اصلي ولا لا، وهتلاقي لينك موقع بويا في الوصف تحت. جوه العلبة هتلاقي الاساسيات المعتادة، المايك بنفسه بطول 6 متر، وهنتكلم قدام عن ميزة 6 متر هل هي عيب ولا ميزة، هنشوف دلوقتي قدام. ومشبك التعليق اللي بيمسك الهدوم، والاسفنجة دي مهمة جدا عشان تمنع الحروف زي الب والهوا والكلام ده. وطبعا لازم تركبها كويس لان هي بتجع، ومهما ركبتها برضه هتجع. والجراب طبعا الجلد الشيك بتاع بويا. واول حاجه هتلاحظها لو مسكت المايك ان وحده التحكم اللي في النص الكبسوله بقت اصغر واخف بكتير عن زمان، وتصميمها بقى انسيابي. وخامه السلك لسه رفيعه طبعا شويه، فلازم تتعامل معاها بحرص عشان ما يقطعش منك مع الوقت. زمان كان كابوس اي يوتيوبر يستخدم مايكات بويا هي البطاريه. تخيل تبقى بتصور فيديو بقالك ساعه ومندمج جدا، وتكتشف في المونتاج ان البطاريه خلصت والفيديو كله صامت. لكن مع الام 1 اس هنا بيجدد تطور طبيعي للبطارية، ان هو نو بطارية. المايك ده بيشتغل باور من الجهاز اللي هتوصل بيه، سواء كان موبايل او كاميرا او لابتوب او كمبيوتر او اي حاجة. يعني وصل وصور. انسى بقى انك تشتري حجارة الساعة اللي هي مدورة دي، وانسى الجالك بتاع يا ترى المايك شغال ولا فاصل. وده تقنيا بيخلي المايك بيعتمد على معالجته على الدايرة الكهربائية البسيطة اللي جواه، مع اعتماد كلي على الكهرباء اللي بيسحبها من الموبايل او الكاميرا او اي حاجة انت هتوصله بيها. لكن للاسف هنا انا جابلتني مشكله مع المايك ده لما اشتريته، ان انا وصلته بموبايل بوكو اكس 3، فللاسف الموبايل هنا ما بيسحبش كهرباء لناحيه المايك، فكان للاسف الصوت بتاع المايك ضعيف جدا. وطبعا للاسف ملهاش حل غير حل واحد بس، انك تشتري القطعه اللي انا هعرضها لكم على الشاشه دي، اللي هي من تايب سي او حسب مدخل موبايلك الى 3.5 مللي. وطبعا لازم تجيب وصله مستخصص فيها، لان للاسف هنا معظم الوصلات مش هتشتغل غير سماعه بس، ما بتشتغلش مايكات. فلازم تشتري مايك من شركه محترمه وتتاكد ان هو شغال على المايك ولا لا. والمايك هنا رغم انه ما فيهوش بطاريه، لكن للاسف فيه زرار سحري في النص لازم تاخد بالك منه، والا الصوت مش هيسجل. في اختيارين عندك بيظهروا، الكاميرا وفون. مفيش كلمه اوف اللي كانت موجوده في الاصدار القديم، هو تختار يا كاميرا يا سمارت فون. وطبعا ليه الزرار ده موجود عشان يغير ترتيب السنون في الجاك. لو عملت الزرار ده غلط للاسف الجهاز مش هيحس بالمايك اصلا، فدايما اتاكد قبل ما تدوس ريكورد انك اخترت الصح لاستخدامك. وطبعا الكلام النظري جميل، تعالوا بقى نسمع المايك في ظروف مختلفه. طبعا الاختبار الاول، انا دلوقتي في اوضتي قافل الشباك ومفيش دوشه. ده الصوت الخام من البويا ام 1 اس اللي انتوا سامعينه دلوقتي. سامعين التفاصيل؟ هل الصوت هنا عميق وفي تريبل والكلام ده؟ طبعا انتوا سامعين وهتحكموا بنفسكم. الاختبار التاني هنا اختبار الحروف. هجرب المايك من بوجي وهقول حروف فيها حرف الباء او الت: بطة، بيبسي، توت، تفاح. الاسفنجة اللي هنا بتحاول تعمل شغل عالي عشان خاطر الصوت ما يبقاش مزعج. هنرجع المايك مكانه. طبعا مشكلة المايك ده ان هو بيلقط كل الاصوات اللي حواليه، فانت لو هتسجل بيه في الشارع للاسف هيجيب صوتك عادي بس هيجيب كل الاصوات اللي في الشارع، فدي نقطة خلي بالك منها، بس هو مقبول بالنسبة للفئة السعرية اللي جاي بيها. الاختبار الرابع هنا اللي احنا مش هنجربه لان هو مضمون، هو اختبار ان طول السلك 6 متر. فطبعا دي ميزة وبرضو عيب. الميزه اللي في الستة متر هنا انك انت تروح مكان بعيد عادي وتسجل، عكس مايكات الوايرلس اللي 6 متر هتبقى بالنسبه لها صعبه شويه. نصايح بقى عشان تاخد احسن صوت من المايك ده، هقول لكم ب3 اسرار عشان تحولوا بيهم الصوت الاحترافي بتاع المايك الام 1 اس. اول حاجه مكان المايك، ما تحطش المايك قريب منك كده قوي عشان صوتك ما يبقاش مكتوم او بعيد. افضل مكان هو عند القفص الصدري اللي هنا، ده احسن مكان تحط في المايك.
والنقطة التالتة او الرابعة اللي بنتكلم عنها هي معالجة الصوت. المايك ده صوته خام ممتاز جدا، بس لو عملت عليه شوية تعديلات باستخدام اي برنامج للمونتاج هيطلع لك صوت جامد جدا. بعد الكلام اللي انا قلته ده، ايه الخلاصة؟ خلاصة المايك ده هنتكلم عن مميزاته وعيوبه. اول حاجة في المميزات ان هو قيمة مقابل السعر، مفيش منافس بيقدم الجودة دي بالسعر ده. وطبعا السهولة بتاعته، وصل وهتصور على طول. وطبعا وداعا للبطاريات ومشاكلها. وطبعا طول السلك هنا بيديك راحة لو انت هتصور مثلا حاجة عايز تصورها من بعيد او كده. وجودة الصوت، طبعا الصوت هنا نقي جدا وصالح للاستخدام الاحترافي مع التعديل على يوتيوب عادي. وطبعا عيوبه، طبعا احنا اتكلمنا عن مميزات على طول السلك ان هو ميزة، بس للاسف هنا برضه هنجيه في العيوب. ان طول السلك هنا 6 متر، فالمشكلة لو انت ماسك الكاميرا في ايدك السلك ده هيكون رخم جدا وهتحتاج تلفه كويس، ولو انت بتصور في مكان فهيكون كويس جدا يعني. فطبعا دي ميزة وعيب. تاني حاجة هنا ان هو بيلقط الدوشة. احنا اتكلمنا عن المونتاج وكده، بس انت لو بتعرفش تعمل مونتاج لازم تتعلم انك تعمل مونتاج على المايك ده، لان للاسف هنا هو بيلقط كل الاصوات المحيطه اللي جنبك. وطبعا لو انت هتصور في الشارع فده مش افضل خيار ليك، هيكون المايك. والمايكات الشوتجن اللي هي البندقيه دي هتكون خيار كويس جدا ليك. وطبعا غياب لمبه المايك. المايك للاسف هنا ما فيهوش اي حاجه ان هو بيسجل غير انك توصله، ولازم تتاكد انك مختار يا سمارت فون يا كاميرا عشان الصوت يشتغل. فما فيش اي لمبه او اي حاجه ان تقول لك ان الصوت شغال، فلازم تتاكد بنفسك. وطبعا رابع عيب هو الفكره اللي انا قلت عليها ان هو ما بيديش طاقه للموبايل. لو انت سوء حظك زي موبايلي البوكو اكس 3 فهتلاقي ان المايك مش شغال عندك او صوته ضعيف، فلازم تتاكد بان الموبايل بيدي باور للمايك. وطبعا انا بصور على موبايل تاني الفيفو واي 19 اس، طبعا استنى المراجعه بتاعته، هنعمل له مراجعه بعد استخدام اكتر من 3 شهور هقول لكم الخلاصه فيه. وده بسبب ان انا ما عملتوش على موبايل بوكو اكس 3 موبايل الاساسي، لان للاسف ما اشتغلش عليه او اشتغل بس صوته ضعيف خالص. في النهايه بقى لو رايي الشخصي ان لو انت صانع محتوى وبتبتدي او حتى بقالك فتره على يوتيوب وعايز تطور وتحول صوتك احترافي، فالمايك ده هيكون كويس جدا معاك، وهو استثمار صغير بس تاثيره على الفيديوهات هيبقى جبار معاك. سعر المايك حاليا في السوق المصري 525. انا طبعا اشتريته من امازون كان عليه عرض 15%، بعد 525 اشتريته في حدود 450 كده. وطبعا ده يعتبر صفقه وصفقه كويسه جدا انك تطور جوده الفيديوهات بالمايك ده. وطبعا لو حبيتوا تشتروه هتلاقوه في الوصف وهتلاقوه في اول تعليق مثبت في التعليقات. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد في عالم التكنولوجيا. ولو معاك المايك ده اكتب لي في التعليقات تجربتك معاه وهل اي مشاكل بتواجهك معاه. وكان معاكم كرة جمال واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.